ازيكم يا اخواتي؟ الموبايل اللي معانا النهاردة انا شايفه بصراحة مش واخد حقه، بس خلاص انا جيت وهجيب لك من الاخر. يلا بينا من غير رغي كتير. الوحش اللي معانا النهاردة هو موتو جي 75 5G. جهاز فخم قوي بصراحة، وكمان سعره فخم اكتر. الموبايل شكله بصراحة مقبول، ووزنه حوالي 200 جرام تقريبا، والجهاز حاصل على شهادة IP68 لمقاومة الغبار والماء. وكمان الأجمد بقى وصل ل MIL STD 810H. الخلاصة يعني بيتحمل درجات الحرارة العالية والاهتزاز والوقعات وكده يعني. الموبايل بيجي بشاشة LCD، ودي ممكن تكون عيب من العيوب اللي هقولك عليها في الآخر. بتيجي بحجم 6.78 بوصة بدقة FHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز. سطوعها بيوصل ل 1000 نتس، وأدائها كويس إلى حد ما. تعال للبطارية بقى. الموبايل جايب بطارية 5000 ملي أمبير، وبتدعم الشاحن اللاسلكي توربو باور بقدرة 30 واط و15 واط كمان. والجهاز بيجي بأندرويد 14 مع واجهة ماي يو اكس، والجهاز هيوصله تحديثات لمدة 6 سنين من الشركة. الموبايل فيه معالج سناب دراجون 6 جن 3 مع 8 جيجا رام و256 أو 128 جيجا، وبيدعم المايكرو اس دي. والمعالج هنا أداؤه قوي بصراحة، ولما جربنا بابجي على الجهاز شغلها على 60 فريم وقدم أداء قوي بصراحة. الموبايل جاي بكاميرتين في الخلف، الأساسية 50 ميجا بكسل سوني LYT 600، والتانية ألترا وايد 8 ميجا بكسل مع مثبت بصري OIS. بالنسبة للفئة الموبايل بيقدم تصوير ممتاز، وبيصور 4K بسرعة 30 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل كويسة قوي، وبتصور فيديوهات بجودة 4K. وفي النهاية عاوز أقولك على كام عيب كده لازم تاخد بالك منهم. أولهم إن الشاشة LCD، ودي ممكن تكون مش كويسة، كانت هتبقى أفضل لو OLED. تاني حاجة البطارية أدائها مقبول، يعني مش الأداء القوي. وكمان حاجة إن الشاحن مش موجود في العلبة. وبس كده أنا خلصت الفيديو، وبرضو عاوز أقولك إن الموبايل بالنسبة لسعره يستحق إنك تشتريه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، وتكتب لي في التعليقات عاوز موبايل أنهي الفيديو الجاي. سلام.